السلام عليكم احباب ديالنا، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ رجعنا لكم عاوتاني فيديو جديد كما العاده. اليوم ان شاء الله غنعاود معكم الحلقه اللي كنت درتها مع الوالده ديالي الله يرحمها، باننا حنا كنا صاوبنا القوام ديال راس الحانوت اللي هما المساخن. المهم انا بغيت ندير غير واحد الكتله اللي قليله، يعني وزن قليل، ماشي بحال داك القياس اللي كنا درنا انا والوالده الله يرحمها. المهم ما تنقدرش نرجع الفيديوهات نتفرج فيهم حيت كنسمع فيه صوتها الله يرحمها ويسي على فهاد النهار يا ربي. المهم كما كتشوفوا انا دابا غادي نقول لكم العشبات كاملين وغنمشي معكم لي ديطاي باش تعرفوا القوام ديال راس الحانوت. ماشي انكم كتمشيو عند العطار كتقولوا له عطينا راس الحانوت كيعطيكم الحلوه مطحونه. راه هذا خطأ من العيالات كاملين، ولا بالنسبه اي واحد تيبغي يدير رفيسه ولا مساخن من شي حاجه مع هذا الوقت ديال البرد كيمشي عند العطار تيقول عطيني راس الحانوت. انا كنتجاهل هذه القضيه هذه لانني هذه الحرفه هذه تعلمتها من الوالده ديالي الله يرحمها والله يوسع عليها في النهار. المهم على بركه الله ما نطولش عليكم فيديو، نبداو على بركه الله. نبداو هنا في الصينيه هذه، وهاد الاعشاب كامله اللي كتشوفوها راه انا نقيتها، واللي هي كتحك من الغبر كتحك، واللي هي كتنقى من الحجر كتنقى. المهم انا درت غير قياس صغير، غادي نجلس باش غنوريكم كل حاجه عن قرب. المهم هنا كما كتشوفوا هنا راه عندي الحلبه، شويه ديال الحلبه. شوفوا ماكسيموم اللي بغى يدير كل واحد القياس اللي بغى يدير. اللي بغى يدير 5 دراهم من الحاجه يديرها، اللي بغى يقد يدير 10 دراهم يديرها، اللي قد كل حاجه يدير منها 4 دراهم 5 دراهم. هو غادي داكشي. انا درت قياس كونتيني صغيره، باش نديرو من بعد غنوريكم الطريقه ديال التخلط ديالها اللي غيكون ان شاء الله بزيت البلديه. وهاد راس الحانوت يبقى لكم مده 2 3 سنوات يعني عن تجربه. المهم ما نطولش عليكم على بركه الله. هنايا عندنا الحلبه بلديه اللي هي انا نقيتها، هاي كما كتشوفوا. وهنا اللي كتشوفوا هاد هنا اللي عندي هنايا هذه راه الزريعه ديال البصله، حيت انا كنت نقيت وخلطت ومن بعد قلت نخليهم في هنايا باش نوريكم الطريقه اللي غنخلط. هذه الزريعه ديال البصله. زريعه البصله راه كتشبه السانوج، ولكن السانوج عنده مذاقه وزريعه البصله عندها مذاقه. هذا الكبار حتى هو حكيته مزيان بالشيته باش تحيد منه الغبار. هذه القرفه، كلشي كيعرف القرفه. هنا عندنا حبه حلاوه والنافع خلطين. هذا كيقولوا له ودل الحلوف، هذا ودل الحلوف. انا كنهز العشبه باش تشوفوها. هذه مانتا، هذه مانتا. هذا خدنجل. سمحوا لي راه باقي انا جبت كما جبت الكواغط من عند العطار، نقيت كل حاجه بوحدها ورجعتها للكراغط. من بعد غنخلطهم في الجبانيه ونوريكم. تشوفوش الكاغط فيه الكتابه راه كما جبت من عند العطار، كل حاجه نقيتها واللي تغسلت واللي تنقات من الغبر تنقات. هنا شويه ديال القرنفل، ما تكثروش منه بزاف، انا مازال غنقص من هذا القرنفل، غندير غير شويه حيت هو سخون بزاف. هذه النويويره راه دايره بحال حبه البصر، هي كبيره. هذا القزبر حبوب. هذا الشيح، هانتوما نقرب لكم باش تشوفوه مزيان. ها هو نقيته مزيان. هذه قعقله كلشي كيعرفها. هذه قعقله عطاتها لي الصديقه ديالي الله يجازيها بخير، جابتها من الامارات يعني حره. البزار الاسود. هذا سكينجبير حكوه مزيان بالشتا من هنايا. هذه خزامه ديال الماكله. هذه الفوه. هذا لسان الطير نتوما كتشوفوا. هذا راه داير بحال هو ماشي لسان الطير ديال المقرونيه، هذا لسان الطير ديال الاعشاب. الزعتر بلدي نديرو غير شويه باش ما كيجيش مر. كمون الصوفي. الخرقوم.
الثومه، ولكن الثومه ما غاديش تطحن معاهم. الثومه ان شاء الله ملي غادي نطحنوا هاد الاعشاب كامله، هاد الثومه غادي نشدوها غنحلوها مزيان من هنا من الوسط ديالها، ونحيدوا لها داك النباته ديالها اللي كتكون هنا لداخل ياك، وغادي ندقوها مزيان بالملح حتى تولي بحال لي بوماد، هي اللي غنخلطوها مع الزيت. هذا السانوش هانتوما كي زرعة البصل كيسانوش كيبانو بحال ولكن الحبه ديال السانوش كتكون حرشه، الحبه ديال البصله كتكون رطبه. المذاق راه هو اللي تيعطي. هذه كرويه دايره بحال الكمون، هذه ظهر الفلفل، وحبه ديال الكوزه، هذا حب رشاد. كما كتشوفوا هاد العناصر هذه كامله كما كتشوفوها غادي نشدها كامله وغادي نخلطها في واحد الجبانيه، وان شاء الله غادي نسخنها في الفران وغنديها للعطار يطحنها ليا مزيان، ومن بعد غنوريكم الطريقه ديال التخلاط ديالها. كما كتشوفوا خلطته هنايا في السبيره، هانتوما تتخلطوا مزيان، ولكن كنديرو في الفران، نشعل الفران حتى يسخن مزيان ونديرو في واحد الطاوه نخليه يسخن ونديه في السطيل ونطحنو عند العطار اللي تقديت من عنده. المهم نرجع له الخاوي ديالو، الوراق ديالو غيحتاجهم، والثومه رانا وريتكم الطريقه ديالها كيفاش غنديروها. وهادو هما القوام ديال راس الحانوت، ما يغشوكمش وتشيو نتوما راس الحانوت بالغبره. اللي بغات تخليه بالغبره تخليه، واللي بغات تخلطو مع الزيت تخلطو، ولكن الا خلطتيه مع الزيت راه تيضرب سنوات. دينا العشوب عند العشاب وطحناهم كيجيو بحال هكا ها هما، ولكن انا بالنسبه لي خصني نغربلهم. هنا نغربلوهم هانتوما غيجيو رطبين، ها رطبين، واحد الريحه عاطيه فيهم يا سلام. طحناهم عطاتنا واحد الكميه يعني قيمه كيلو، داكشي اللي درنا ما كاملش كيلو، تقريبا شي نص كيلو. المهم انا غادي نطحنو مزيان وغندق الثومه مع شويه الملح مزيان، وغادي نعركو قدامكم هنايا في القصريه وتشوفوا الطريقه كيفاش كيجي. كما كتشوفوا ها هو هذا اللي غربلناه رطب، وهذا الحرشه ديالو. المهم حتى هذا راه غادي نديروا له الزيت والثومه غنديروه بوحدو، وهذا غنرقدوه بوحدو. المهم كما كتشوفوا معنا هنايا حنا دقينا هاد الثومه هذه مع الملحه وزدنا واحد شويه د الملحه، وغادي ندير زيت البلديه اللي هي جديده ديال هاد العام، هي خضره زوينه ديال تاونات. المهم غادي نخلط هاد الثومه هذه والملحه وناخذ منها شويه باش نخلط بها هذا اللي هو حرش، ومن بعد غادي نخلط هذا في الاخير ونوريكم الطريقه ديالو. كما كتشوفوا انا دابا راني كنخلطو ها هو بالزيت، كنعرف مزيان باش تنسجم داك الملحه والثومه. وانا غادي نزيد الزيت، غتقول لي حنا الزيت ما كايناش غاليه، ولكن اللي ما بغاش يخليه هكاك غبره، غير هو يحاول انه يديرو شي بلاصه اللي ما يكونش فيه الهواء. وهذا هو الشكل النهائي اللي كتشوفوا كيفاش جا، واحد الريحه عاطيه يا سلام منه. هانتوما هيك كيفاش كيجي، ما خفيف ما خاطر. كنديروا منه غير معلقه صغيره كتعطي المفعول ديالها، هذا راه يضرب لك سنوات. خرجت لينا هاد القرعه هادي هكا، درناها لكينا مزيان طلعتكم محكمه. ومن بعد غد هذا اللي درنا هنايا هذا محرش ها هو هنايا، ومن بعد غادي نشرملو هاد الدجاجه هذه ان شاء الله. كما كتشوفوا الحباب ديالنا دابا راه شرمت هاد الدجاجه هذه، ان شاء الله غدا غادي نطيبها وغنديروا بها الرفيسه ان شاء الله ديال التريد، الرفيسه ديال المسمن، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا العشوب ديالنا حنا درناه هنايا في القرعه، ومن بعد غنصيفطوا للحباب ديالنا، نصيفط لختي. ايوا هذا مكان هذه ان شاء الله غنوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله ملي غنطيبوها غدا الا بقينا بالحياه.